يا هلا والله مرحبا. الفيديو اللي فات اتكلمنا في حبة حاجات حلوين قوي. انا مبسوطة ان هم طلعوا مني في فيديو واحد من غير اي تفكير. انا على طول برتجل في الفيديوهات. المرة دي حاسة ان انا عايزة انظم الموضوع شوية. لو هناخدها كده بالترتيب صح اوكي. يعني مثلا ايه اللي بيتفرج على فيديوهاتي؟ انا بكلم الناس اللي عايز تبقى ناجحه. طب وات اف في ناس يعني النجاح بالنسبه لها حاجه. طب ايه يعني معيش وانا مش ناجحه؟ يعني اعيش عادي واموت عادي. يعني ما كل الناس كل الناس، انت مالك انت بكل الناس؟ انا اللي بيتفرج عليا تبقى ناس مميزه، مش عايز اي حد عادي. ولو حد عادي وحب ان هو يتفرج وانا نولت الشرف ان هو يتفرج عليا، جرب فكر كده، هتخسر ايه لو جربت تسمع كلامي؟ جرب يومين اسبوع كده وشوف الدنيا هتمشي معاك ازاي. خلاص. تاني حاجة على فكرة انا بخاطب فطرتك. عارفين الموضوع اللي هو اسمه الماتريكس؟ يعني انت لما تبقى خلاص اتبرمجت انك تعيش زي كل الناس، خلاص زيك زي كل الناس، زي ثقافة القطيع بالظبط. عايز تعيش زي ثقافة القطيع؟ لا، بس بشكل غير واعي. انت موافق انك تعيش بثقافة القطيع، لكن لما نيجي نتكلم في الموضوع لا انا مش عايزة. ايه ده؟ طيب خلاص. عايزاك تجرب تعيش فطرتك انه كل واحد ربنا خلق عنده حاجة مميزة. والله العظيم انت لو عايش مع بابا وماما وهم موظفين عاديين، او بابا موظف وماما ربة منزل، والله العظيم هم اللي ظلموا نفسهم. هم كانوا ممكن يعيشوا حياة احسن من كده بكتير بكتير. والله بتكسف، انا اسفة بس بتكسف. هم اللي اختاروا ده، وهم سواء كانوا واخدين بالهم او مش واخدين بالهم محدش وعيهم. احنا برضو عارفين ان الجيل القديم ما كانش واعي قوي زي دلوقتي، صح؟ وحتى الناس بتوع دلوقتي بجانب ان هم واعيين، هل هم برضو بيستخدموا الحاجة دي كويس؟ ان هم خلاص ان الدنيا بقت مفتوحة على بعض، بس معظمنا ما بيستخدمش الحاجات دي لصالحه، بالعكس بيتشتت. خلاص يعني في بسبب السوشيال ميديا دلوقتي والعالم منفتح على بعضه بقى قرية واحدة، زي الدرس اللي كنا بناخده في ثانوي ولا في اعدادي. في ناس بتعمل ملايين في الشهر، في ناس بتعمل 50,000 في الدولار في الاسبوع. في ناس بتقلب على التيك توك تتفرج على لايفات ناس معينة بدون ذكر أسماء وخلاص. فده بيختار وده بيختار. أوكي، فممكن تبقوا مميزين من فضلكم عشان خاطري، مميزين وناجحين. خلاص الموضوع فطري جوانا. يعني أنا مش بقولك روحي اعملي كسري حيطة، اخترعي صاروخ أجدع من صاروخ الكاتيوشا. مش عايزة الحاجات دي كلها، ومحدش هيعوز منك الحاجات دي كلها إلا لو انتي عوزتي فعلا تخترعي صاروخ احسن من الكاتيوشا. هتعملي ده على فكره. انا عايزه دماغك من اول دلوقتي قبل ما ابدا. انت فعلا لو هتعوزي تخترعي الذره، تخترعي حاجه اقصر من الفيمتو ثانيه والكلام ده كله، بس امتى تعملي الحاجات دي؟ لو انت فعلا عايزه. فمن دلوقتي انت فعلا لو عاوزه تعملي الحاجات دي كلها، انا عايزاكي تفكري كده من قبل ما اكمل كلامي. هتعرفي تعمليها. طب انت ما بتعمليهاش ليه؟ ما تعرفيش اي بيزك اي بي سي في العلم ده ليه؟ عشان انت مش عايزه. طيب ايه اللي انت شاطره فيه؟ اللي انت حاجه بتعمليها وبتحسي فيها نفسك، زي ما قلنا الفيديو اللي فات ده، مشاعر فطريه. الواحد لما بيعيش عشان هو حاسس نفسه بيعرف يعمل حاجه، غير كده بيجيله اكتئاب. ايه الحاجه اللي انت شاطره فيها، اللي ناجحه فيها؟ مش عارفه؟ نعرف. طيب النجاح هو ايه؟ لو احنا مثلا بصينا دلوقتي على كلمه success معناها ايه في كامبريدج ديكشنري، ان انت لما تحطي حاجه في دماغك، ان انت لما بتعوزي حاجه بتوصلي لها، او عندك رغبه في حاجه بتعرفي توصلي لها. a desire successfully achieved مثلا. خلاص this is success. ابسط حاجه. ذاكرت الهوم ورك بتاعك، ان ذاكرت وجبت درجات عاليه. انت غرضك ايه؟ الديزاير بتاعتك، رغبتك كانت ايه؟ ان انت في المدرسه ان انت تجيب درجات عاليه وتنجح. عملت ده، يبقى انت نجحت بابسط حاجه، بابسط طريقه. خلاص. مش عايزاكي تعصلجي او تجعلصي مفهوم النجاح. انت دلوقتي كان يومك صعب في الشغل، خلاص، فانت عارفه ان الاسبوع ده عشان صعب حصل 1 2 3، الشهر هتكملي صعب. لما الشهر يخلص كله على خير، وانت عارفه من اول اسبوع ان ال3 اسابيع الباقيين هيبقوا صعبين، الشهر ده خلص على خير من غير ما تعملي اي مشاكل او خسائر للشركه او اي حاجه سلبيه، انت نجحتي. دي برافو عليكي. غيرك ما عملش كده. كانت حاجه جواكي وعرفتي توصلي لها. مش شرط ان انتي تكوني بجد عملتي فلوس، مش لازم حاجه
تكسبيها. يعني النجاح مش شرط حاجة تكسبيها أو حاجة زيادة تحصلي عليها أو حاجة زيادة تطلعيها بمجهود، لأ، كفاية ان مفيش حاجة سلبية او وحشة او مصيبة تحصل. This is ببساطة. خلاص، فاحنا عايزين ايه؟ كلمة النجاح اصلا في دماغنا، مش كل ما نسمع كلمة نجاح نحس بثقل كده، وانه النجاح ده حاجة صعبة، وان النجاح ده مكتوب لإيلون ماسك وجيف بيزوس والناس دي كلها، او رمسيس ايه اسمه ايه، نجيب ساويرس والرجال الاعمال بس. لا، النجاح هيكمن في بعض المواقف البسيطة اللي انتي بتقدري تعمليها، سواء انتي واخدة بالك او مش واخدة بالك. يا رب، انا ما بحبش كلاكسات. I hate فوم فوم. اسمه ايه كلاكس بالانجلش؟ I hate كلاكسات. ما علينا. هتزود عنده الثقة بالنفس، هتخليه صاحي من النوم عارف هو عايز يعمل ايه، مش صاحي من النوم قرفان لان هو، او عادي ينام ما ينامش يفضل يقلب على التليفون عشان مش وراه حاجة يعملها. ده هيبقى في فيديو تاني ان احنا نخلق روتين لذيذ. وبرضو مش عايزة ندخل حتة انه اصحي اشربي بيض واجري 4 الفجر والكلام ده كله، لا. على فكرة البيض باللبن، انا جربت الموضوع ده، لما تكسروا بيضة في كوباية لبن والله البيض طعمه مش بيبان خالص. انا لبن عادي بخيره او جهينة مش بيبان، اللبن بيبقى ثك شوية او غالي سميك، قوامه سميك، لكن مش بحس بأي زفارة بيض، سبحان الله. المهم نرجع تاني. why to be successful؟ ليه مش عارفة تشوفي نفسك ناجحة؟ طيب النجاح، انا مش عارفة اشوف نفسي ناجحة، النجاح ده صعب، النجاح ده مش مكتوب لي. لان انت بتفكري كده ليه؟ لان انت مش حد مثلا من عيلتك او حد من اللي حواليكي القريبين منك اللي انت واخده عليهم واخدين عليكي حاجه كبيره. فالطبيعي او منطقي ان عقلك يقول ايه؟ النجاح ده والفلوس الكتيره والشهره واحترام الناس والثروه والسلطه والعلم الكبير والوسايط مش انا، مش عيلتي، مش حياتي، مش شخصيتي، مش المجتمع اللي انا عايشه فيه. حلو. طيب امال مين الناس اللي بتفكر كده رغم ان هي بتبقى في نفس حالتك؟ دي ناس اعتقد ربنا، من وجهة نظري ربنا بيبقى مديهم الاحساس ده. وفي ناس بتبقى مليش دعوه باللي حواليا، دي بقى عارفين عندها كده صلابه عقليه، وعي عالي، شجاعه انها تقدر تفكر انا مولودة في بيئة 1 2 3 واقدر اطلع وابقى 5 4 5 6. لو انت ففي حاجتين، لو انت ما عندكيش واحدة يبقى 2، نشتغل على 2. حلو، تحفة، جميل. فما تقوليش بقى ايه اصل دول نصيبهم فوق احنا نصيبنا تحت. العقلية دي تلغيها تماما. يعني خلاص، انت عمرك ما شفتي حد فقير ونجح؟ عمرك ما شفتي حد ضعيف وبقى قوي؟ ما كنتيش سمعتي عن قصص نجاح ملهمة خالص. بالعكس، ده اللي بيبقى فقير، اللي بيكون فقير وبعد كده بيبقى غني، بيتشهر وبيتعرف وقصته بتكبر اكتر من اللي غني وفي بقه معلقة ذهب، لان في هنا حاجة زيادة، في هنا حاجة تدل على الشجاعة. فده منطقي هيتعرف اكتر من ده. تاني، يبقى عقلية نصيبهم هم هيبقى فوق، ربنا هيديهم، واحنا نصيبنا في الحضيض تحت وزينا مش زيهم. صح ولا غلط؟ صح طبعا، عشان انتي مقتنعة بيها. اي حاجة انتي مقتنعة بيها هتحصل. اي حاجة انتي بتقوليها هنا هو مش شايف يمين عشان يوديك يمين، انتي موديها هناك. صح؟ يقولك ايه في مقولة حلوة قوي، like attracts like، الحاجة الشبيهة بتجذب شبهها. يعني مثلا لو انتي معاكي اصدقاء سوء، انتي بني ادم عادية، صاحبتي اصدقاء سوء، اول حاجه غلط عملتيها ايه؟ انك صاحبتيهم. شويه لقيتيهم بيعملوا افعال معينه، هتقولي لا. شويه هتتجري. طيب لا هي دي الحاجه الغلط اللي بدات اعملها دي لوحدها كفايه. هتسكتي؟ هتفضلي كله هيجيب بعضه لحد ما كل حاجه غلط بالنسبه لك هتبقى عادي. فالشبيه بيجذب شبيهه، like attracts like. اوكي، نفلتر، نريبروجرام our subconscious، نريبروجرام مخنا. ازاي؟ نوعية الفيديوهات اللي بتتفرج عليها اللي بتملي بيها دماغك على الفاضي والمليان دي، اللي بتجيبك الارض، اللي بتخليكي تقارني نفسك بالتانيين وانتي مش واخده بالك، اللي تخليكي تكرهي نفسك وانتي مش واخده بالك، تبقي قرفانه.
تبقي صاحيه متضايقه مش عارفه تعملي ايه في حياتك. علشان ايه؟ دماغك عماله تشوف دي جابت ودي اشترت ودي بقى عندها ودي راحت ودي جت ودي مبسوطه ودي بقى شكلها احلى ودي خست ودي اي حاجه بتتمناها بتحصل لها. الحاجات دي لما تخش دماغك حتى لو انت مش واخده بالك انك بدات تقارني من جواكي، انت بتبقي متضايقه من نفسك وانت مش عارفه ليه. لما تلاقي حياتك كلها بقت انت مش مبسوطه بيها وما بقيتيش تعملي اي حاجه كده بحب عشان انت مش حاسه نفسك، لان انت عماله تغذي عقلك بايه وانت مش واخده بالك. اوكي؟ فلما تتفرجي على الناس دي حاولي تتفرجي اول حاجه لو الموضوع بيأثر عليكي فعلا وبالسلب قوي قللي فرجتك عليهم، ولو عايزه تمسحيهم ما تتفرجيش عليهم خالص اعملي كده. شوفي انت ايه اللي يناسبك واعمليه. اوكي؟ دي 1. 2 حاولي تتفرجي على حياه ناس، حاولي تتفرجي على حاجه تشجعك تقومي تعملي المفروض تعمليه. يعني لو انت دلوقتي ايه بتكسلي، اتفرجي على الفيديوهات ان انت ما تكسليش، ان انت تبقي نشيطه اكتر. procrastination حاجه ملهاش علاقه، حاجه تخليكي تبطلي procrastination اللي هي المماطله. قصص نجاح ناس، مش واحده معاها فلوس كتير راحت جبت الحاجه على طول فانت لا، اتفرجي على حد ما كانش معاه مثلا وبقى معاه. ما تفتحيش تيك توك من فضلك، افتحي يوتيوب. اوكي؟ عشان ايه؟ تتوسعي خلقك كده اللي هو بقى ضيق من كتر فيديوز بتاعت التيك توك. ليها كذا طريقه ان انت تريبروجرام يور سبكونشس. اوكي؟ دي من الحاجات اللي بتخليكي اللي هو انا مش عارفه اشوف نفسي ناجحه، لان انت بتشوفي ان الناس دي نصيبها في حته وانتي نصيبك في حته تانية وقاعده ساكته. مش اللي هو ايه، لا انا عايزه ابقى زيهم وتتحركي وتجربي وتمشي عكس التيار والحاجات دي كلها. مش عايزه اقول الكلام الكرنج ده، بس اللي هو ايه، تحاولي انك ايه تخرجي بره البروجرام اللي انتي عايشه فيه واهلك عايشين فيه ومعايشينك فيه. لو انتي شايفه ان انتي كده يلا بينا جربي، اتحركي، غيري. طالما انت شايفه نفسك تستحقي ده اعملي. عمرك شفتي حد فقير سعى، او عمرك شفتي حد بيسعى لحاجه وما نجحش فيها؟ انا مين اللي استسلم بس عشان بطل يتحرك. لكن اللي كمل، عمرك شفت حد فشل كمل وما استسلمش ونجح؟ طبعا يبقى مين اللي بيفشل او اللي ما بيوصلش؟ إيه انا بنسى الايه اللي بيستسلم. اوكي؟ حاولي تتخيلي انا هكسب ايه لما انجح. تخيلي كده ان انتي لو اسرحي بقى معايا هنا بقى ايه، انا هتكلم كلام في الخيال، هسرح كده واتكلم معاكي. انتي لما تبقي ناجحه دلوقتي، خلينا نتكلم على ايه مميزات النجاح. لو انتي ناجحه انتي شكلك هيبقى عامل ازاي، مختلف ايه عن دلوقتي؟ يعني انتي ايه دلوقتي اللي عايزه تغيريه؟ عايزه تخسي، عايزه تزيدي في الوزن، عايزه يبقى ستايل لبسك معين، عايزه الشنطه الفلانيه تبقى عندك، شكل بيتك هيبقى عامل ازاي، شكلك وسط اهلك هيبقى عامل ازاي، الناس اللي انتي بتحبيهم هداياكي ليهم هتبقى عامله ازاي، هتبقي وسط ناس عاملين ازاي، اوكي؟ الاغنياء بيبقوا مع الاغنياء، الناجحين بيبقوا مع الناجحين وبيستلهموا من بعض. يعني زي ما السوق صديق، يعني زي ما صديق السوق بيبقى صديقه رفيق السوق عادي، ما بنتكلمش بقى في الناحية دي خالص. ما هو الناجح مين صديقه؟ يعني اكيد رجال الاعمال عارفين بعضهم. يعني تخيلي مثلا حد تعرفيه ستارت اب لسه في مجال الاعمال وكده، فبقى بيحضر ايفنتس ومش عارفه ايه وحاجات للبيزنسز ورواد الاعمال، بيشوف احمد ابو هشيم عادي، بيشوف ساويرس كتير، بيشوف ناس من بتوع شارك تانكس عادي. فانتي شايفه بقى بيحط نفسه في موقف عامله ازاي علشان هو انتمى لفئه عامله ازاي، بسبب ايه؟ بدل الصحيان والنوم في البيت من غير ما نتحرك وما نعملش اي حاجه، ده خلاص بيخمر. نرجع تاني. معاكي عربيه، لو معاكي عربيه هتبقى نوعها ايه؟ لما تروحي البيت التسريحه عليها ايه؟ من سكين كير، هير كير، شاور، الحاجات بتاعت الشاور، الكلام ده كله. الدريسنج روم قد ايه فيها ايه؟ ما ينفعش بقى بعد كل اللي انا قلته ده، في دبانة سلمت علينا، ما ينفعش بعد اللي انا كل اللي قلته ده وتقولي طب ايه مميزات النجاح، انا هكسب ليه؟ لا انا كده ايه، يعني انا لو كنت بكلم حيطة كانت ندمت انها اختارت انها تبقى جماد مش بني ادم. مفيش. واللي عايز حاجه هيعملها، اللي عايز حاجه بجد هيقوم يعملها. انا بالنسبه لي اي حد يقول انا هتعلم انجليزي ازاي، انا مش عارفه، في حد يسال سؤال بالسذاجه دي دلوقتي مع احترامي؟ يعني ايه؟ اشتغل على نفسك. يعني بجد بحس ان السؤال ده خساره فيه ان انا اعمل كومنت. اشتغل على نفسك، ذاكر، اسمع، اتكلم، اتعلم، اكتب على اليوتيوب كيف اتعلم الانجليزيه. لكن انت كاتب كومنت
عمالين يكتبوا كومنتس وانا في الفيديوز مش رد على حد خالص، فمنطقي انا مش هرد. يعني طالما ما ردتش على 100 كومنت مش هرد على ال 101. فانت مش بتتعلم الانجليش وعلى كل فيديو مثلا يعمل كومنت كده. طب ما تكتب على يوتيوب مثلا. انت مستنيني ارد علشان تقوم تتعلم انجليزي؟ ده حد خساره فيه. ده حد لو انا قعدت معاه برايفت كده وشرحت له مش هيقوم يعمل حاجه. هو عايز يرضي ضميره، اللي هو سالتها جاوبت ما جاوبتش. وانا العقليه دي انا ضدها تماما. انا بحب الناس المميزه اللي بتفكر، اللي بتبدا بنفسها، ما تستناش حد يقول لها 1 2 3. شوفي نفسك كبيره بغض النظر عن المجتمع اللي انت عايشه فيه. اذا انت شايفه نفسك ان انا هقدر اوصل ليه، يبقى انت هتقدري توصلي لده. خلاص، ربنا موجود. يعني ربنا موجود. لو انت ما عندكيش حد من البشر، ربنا موجود. مالك انت ومال البشر؟ الشكوى لغير الله مذله يا جماعه. تاني معادله ان انت تبقي مع ربنا، قريبه من ربنا وبتسعي. ربنا بيحب السعي، ربنا بيحب الانسان اللي بيسعى. شكرا. كانت معكم منى، اتمنى تشوفوني الفيديو الجاي.